أهلا بيكم في المحاضرة الرابعة من كورس إعلانات ميتا للعقارات من ستيت إديوكيشن. النهاردة لسه مش هندخل برضه على لوحة التحكم، مش عشان بنأخر التطبيق، عشان في العقارات الإعلان لوحده مش كفاية. الإعلان ممكن يجيب اهتمام، بس لو المشروع مش واضح أو الصفحة ما بتديش ثقة للعميل أو السيلز مش جاهز يرد، الاهتمام ده لازم هيضيع. ودي بقى ببساطة فكرة المحاضرة النهاردة. قبل ما تدوس على أي إعلان أو تعمل أي كامبين لازم تتأكد إن المشروع واضح والصفحة منظمة والسيلز مستعد يستقبل العميل. تعال بقى نفهمها مع بعض واحدة واحدة. ناس كتير أول ما تفكر تعمل إعلان تجري على مدير الإعلانات، تختار الهدف، تحط الميزانية وتقول يلا نجرب. بس في العقارات كلمة نجرب دي ممكن تبقى غالية جدا، ممكن تبقى مكلفة. ليه؟ لأن العميل العقاري مش بيشوف الإعلان ويشتري في نفس اللحظة، هو غالبا بيعمل كذا خطوة: يشوف الإعلان، يدخل الصفحة، يبص على التعليقات، يسأل على السعر، يفتح واتساب، وبعدين لو عنده نية يسيب بياناته عشان السيلز يكلمه. فلو بقى الإعلان شد العميل بس الصفحة ضعيفة أو المشروع مش مفهوم أو السيلز اتأخر في الرد عليه، بالظبط كده يبقى احنا جبنا فرصة وضيعناها. خلينا نقول بالمصري كده: ما ينفعش تعمل يافطة منورة وتكون رائعة جميلة ومصروف عليها، ولما العميل يدخل يلاقي المحل مش مترتب، مفيش حد بيرد عليه، مفيش حد يديله حاجته. الإعلان بقى هو اليافطة، لكن المشروع والصفحة والسيلز هم تجربة العميل بعد ما دخل المحل، بعد ما شاف اليافطة. عشان كده خليها قاعدة من غير ما نطول في الجزئية دي: ما تبدأش من الزرار وتدخل على لوحة التحكم قبل ما تجهز الأساس الأول. إيه بقى هو الأساس ده؟ تعال ندخل على أول حاجة في الأساس: المشروع. قبل ما تكتب أي إعلان أو تقول أنا هصرف كام، اسأل نفسك 3 أسئلة بسيطة: أنا ببيع إيه؟ ببيع لمين؟ وليه العميل ده يهتم بيا ويجي يشتري من عندي؟ المشروع بتاعي شقق ولا فيلل؟ سكن ولا استثماري؟ مناسب لعيلة ولا مناسب لمستثمر؟ طيب الميزة بتاعته التنافسية إيه؟ ميزته في الموقع ولا التقسيط ولا الاستلام؟ عندي استلام فوري. لو إحنا بقى نفسنا مش عارفين نشرح المشروع ببساطة ونوصله للعميل، العميل هيتوه، وساعتها بقى هيحصل حاجة من اتنين: إما هيسأل أسئلة كتير جدا لأن المشروع مش واضح، أو هيعدي الإعلان ويكمل السكرول بتاعه. طيب ممكن تديني مثال عشان أفهم أنت قلت إيه في الجزئية دي؟ حاضر. لو أنت عندك كومباوند في التجمع الخامس، ما ينفعش الإعلان يبقى عبارة عن فرصة مميزة في التجمع الخامس. دي جملة واسعة قوي. فرصة لمين؟ لعيلة بتدور على سكن هادي، ولا مستثمر عايز يشتري وحدة ويبيعها بعد كده، ولا فرصة لعميل عايز تقسيط مريح على 7 سنين و10 سنين؟ كل إجابة من الإجابات دي تطلع لك إعلان مختلف. عشان كده لازم المشروع يبقى مفهوم، لازم الإعلان يطلع مفهوم. ده باختصار شديد. تعالوا بقى نروح للنقطة التانية: السعر والمقدم والتقسيط. احفظ بقى معايا قبل ما تكتب إعلان: السعر مش تفصيلة صغيرة، المقدم مش تفصيلة صغيرة، القسط مش تفصيلة صغيرة. دول بيفلتروا العميل، دول بيحددوا نوعية الناس اللي هتدخل وتسأل. لو الإعلان غامض هتلاقي لتزات كتير، هتلاقي ناس داخلة بدافع الفضول، هتلاقي قدام منك كلمة تفاصيل: بكام، السعر كام، المقدم كام، القسط كام، فين المكان. كل دي فلوس بتعد عليك، والغلط مش هيبقى عند العميل، الغلط عند اللي عمل الإعلان. طب ليه مش عند العميل؟ لأن العميل هنا بيحاول يعرف هل المشروع مناسب ليه ولا مش في إمكانياته. السؤال اللي أنت هتسأله لي دلوقتي: هو لازم أكتب كل التفاصيل في الإعلان؟ هقول لك لا، مش دايما، بس خلي الإعلان واضح كفاية. على الأقل اكتب له لو المقدم معروف، اكتب له رقم أو نسبة. لو القسط أو مدة السداد معروفين وضحهم بشكل بسيط. واوعى تكتب مقدم أو قسط يخلي العميل يفهم حاجة غير الحقيقة. طيب لو الأرقام مش متاحة بالنسبة لي، يبقى وضح الفئة: فاخر، متوسط، استثماري. الفكرة هنا إن الإعلان يشد العميل المناسب ويفلتر لك العميل غير المناسب من بدري بقى، مش لما يوصل للمبيعات. يبقى اللي تخرج بيه من الجزئية دي:
إن المقدم والسعر مش بس بيشدوا العميل، دول كمان بيفلتروا لك العميل. هنا برضو محتاجين نروح للجزئية رقم 3 وهي المنافسين. اقرأ المنافس بتاعك بس ما تنسخش الإعلان بتاعه. يعني قبل ما تعمل أي إعلان بص على المنافسين، بس بص عليهم عشان تفهم السوق مش عشان تعمل نسخة من إعلاناتهم. ودي بقى غلطة منتشرة جدا جدا، تلاقي كل الإعلانات شبه بعض، نفس الجمل نفس الوعود، نفس كلمة فرصة لا تعوض، لدرجة إن الفرصة نفسها زهقت من كلمة لا تعوض. أنت ببساطة لما تبص على المنافس اسأل هو مركز على إيه؟ مركز على السعر ولا الموقع ولا الاستلام ولا التقسيط؟ طب الناس بتسأل في الكومنتات بتاعته عن إيه؟ طب إحنا عندنا إيه مختلف؟ لو كل المنافسين بيتكلموا عن السعر وأنت عندك ميزة في الاستلام أو الموقع أو الخدمات، ممكن تدخل من الزاوية دي. ما تخشش بقى في زحمة المنافسين وتكتب نفس الكلام بتاعهم. بص على المنافس عشان تفهم السوق مش عشان تنسخ الإعلان بتاعه. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن المشروع واتكلمنا عن السعر واتكلمنا عن المنافس. في حاجة تانية نبص عليها اللي هي ايه؟ صفحتك على الفيسبوك او ميتا. بعد ما العميل بقى يشوف الاعلان، وغالبا العميل حويط وهيدخل على الصفحة بتاعتك، هنا بقى السؤال: الصفحة هتديله ثقة ولا هتخليه يقلق؟ تخيل معايا كده ان الاعلان قوي وجميل ومصروف عليه وشكله محترم، العميل دخل الصفحة لقى اخر بوست من سنتين، من سنة، من 6 شهور، مفيش معلومات واضحة، مفيش رقم تواصل سهل، التعليقات كلها محدش رد عليها، الصفحة شكلها سايب. هيحصل ايه؟ هيتردد. حتى لو الاعلان حلو يا عم عمرو، حتى لو الاعلان حلو، الاعلان جميل وجابه، بس الصفحة ما خلتوش يثق ويكمل. طب مطلوب مني ايه يا حاج عمرو؟ مطلوب ان الصفحة يبقى عليها بوستات حديثة، معلومات واضحة، صور أو فيديوهات حقيقية قدر الإمكان، صور تطورات المشروع، فيديوهات تطورات المشروع، الانتقال من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، صور للعملاء وهم بيحجزوا وهم بيتعاقدوا وهم بيسألوا، يبقى في ردود على التعليقات اللي موجودة، ويبقى في بوست كده ثابت في الصفحة بتاعتك بيشرح المشروع عشان أي عميل يدخل الصفحة يفهم بسرعة انتوا مين، المشروع ده ايه، فين، ازاي تواصل معاكم. مش عايزين نطول اكتر من كده، وخلينا نروح لاخر نقطة، هي نقطة السيلز. السيلز جاهز قبل الصرف ولا لا؟ قبل ما تقول كامبين اسأل سؤال مباشر: مين هيرد على الليدز؟ مش بعد ما تشغل الحملة تنزل تفاجئ المبيعات ان احنا عندنا حملة شغالة دلوقتي. لان الليدز في العقارات لازم يترد عليهم بسرعة، كل ما ترد أسرع كل ما فرصتك تبقى أحسن. ليه؟ لأن العميل العقاري على وجه الخصوص بيكلم أكتر من مشروع في نفس الوقت. لو اتأخرت كتير العميل ممكن يكون راح وكلم المشروع اللي جنبك، وفي عميل تكلمه تاني يوم أو تالت يوم ينسى إنه ساب بياناته عندك أصلا، يقول لك أنا ما تواصلتش مع حد، أنا ما سبتش بياناتي مع حد. لازم يبقى في نظام بسيط. مين هيرد؟ هيرد إزاي؟ هيقول إيه؟ هيسجل حالة العميل فين عشان نتابعه بعد كده؟ حتى لو ما عندكش سيستم دلوقتي ولا CRM، اعمل شيت بسيط: اسم العميل، رقمه، مصدر الليد، الميزانية، نوع الحملة، الحالة ايه، ميعاد المتابعة بتاعته امتى، ملاحظة السيلز في أول مكالمة كانت ايه. من غير النظام اللي بقولك عليه ده الليدز هتوه، هتضيع. يبقى قبل ما تعمل الإعلان لازم نراجع مع بعض ال5 حاجات دول. أول حاجة المشروع واضح كفاية، تاني حاجة السعر والمقدم والتقسيط واضحين بالقدر الكافي، تالت حاجة المنافسين مفهومين ليك وانت عارف هم بيشتغلوا على ايه بس من غير ما تقلدهم، رابع حاجة الصفحة بتاعتك بتدي ثقة للعميل ولا بتخليه يقلق، خامس حاجة السيلز جاهز يرد ويسجل ويتابع ولا لأ. لو أكتر من عنصر من العناصر ال5 دول مش موجودين، ما تتسرعش، ما تصرفش، جهز الأول وبعدين شغل الإعلان. يبقى خلينا نقفل المحاضرة بجملة واحدة: قبل ما تفكر تعمل كامبين اتأكد إن المشروع والصفحة والسيلز على الأقل جاهزين. المحاضرة الجاية بقى هنفهم مع بعض شرائح العملاء وبناء العرض الإعلاني. ايه يا عم الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ احنا بس هنفهم ان العميل العقاري مش نوع واحد، في عميل سكن، في عميل استثمار، تقسيط، فئة اعلى، مغترب. لو كلمت كل الناس دي بنفس الرسالة غالبا هتجيب ليدز كتير، بس مش كلها هتبقى مناسبة. بعد كده
هنفهم يعني إيه مزاد ميتا، إزاي نكسب المزاد الإعلاني وما نخسرش فلوس كتير، وبعدها على طول هندخل على مدير الإعلانات عشان ندخل وإحنا عارفين بنعمل إيه وليه.